السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني. معاكم قناة أنا وطيوري. راجعة النهاردة بقى بفيديو مهم جدا. دي حاجة أنا كنت بعملها وقررت أعمل حاجة لازم أقول لكم عليها. طبعا زي ما انتم عارفين إن الفراخ أكلها الأساسي شيشة وعلف وعيش طبعا. أنا عن نفسي ما باحبش أدّي للفراخ عيش مبلول نهائي، نهائي، لإن بصراحة بيتعبهم. غير في ناس تاني بتحب تبِل العيش، كل واحد حسب ما هو شايف اللي هو بيعمله صح بيعمله. بس أنا على طول كنت أحط لهم شيشة وعلف، وزي ما أنتم شُفتوا أنا كنت باشتري لهم بشكاير قد إيه. فأنا كنت بادِش لهم العيش في المَدَش، يعني باروح آخُد العيش اللي أنا باجمّعه أو باشتريه، لإن أنا باشتريه حاليًا. لإن باشتريه، فباخد العيش أودّيه المَدَش وأجيبه لهم مدشوش زيه زي الشيشة والعلف. فمؤخرًا في مرّة كده كان عندي العيش سليم، فخدت هاورّيكم زي ما أنتم شايفين كده. كان عندي العيش زي ما أنتم شايفين كده، هو ده بيبقى صحيح كده وكنت باخده المداش. ففي يوم أنا ما كنتش فاضية، حدفت لهم العيش زي ما هو كده، بصراحة لقيته خلص، يعني لقيتهم كلوا العيش زي ما أنتم شايفينه كده. فأنا قررت إن أنا طالما كده بيعرفوا ياكلوه، صعب عليّا طبعًا إن هو يبقى كبير بالحجم ده، لإن هُم بيقدروا يعملوه بمنقارهم. قررت إن أنا العيش أحطه في شكارة و وبحديدة أو بإيدهون أو بأي حاجة، وأكسّر العيش أنا على قد ما أقدر، بحيث إن هُم زيه زي المداشة. طبعًا المداشة بتدِش وبيكون عيش ناعم خالص، بس أنا لمّا لقيتهم قبل كده كلوا بالصدفة، كلوا العيش قدروا ياكلوه كده، فأنا حطيته كده في الشوال ونزلت ب دي حاجة حديد في إيدي، وفضلت أدُق فيه قيمة ربع ساعة لغاية ما أنا فرولته خالص، يعني اللي قدرت على قد ما قدرت. وقررت إن أنا أحط لهم في طِشت كبير وأسيبهم ياكلوا زي ما ياكلوا. بصراحة العيش بيخلص قد إيه، يعني أنا على مدار 10 سنين تربية كنت لازم أدِش لهم العيش ده، يعني آخُد الشكارة أو الاتنين. طبعًا زي ما أنتم عارفين دلوقتي كيلو العيش المكسّر ده ب10 جنيه. فأنا طبعًا عشان الأسعار الجامدة اليومين دول، فأنا قررت إن أنا أشتري لهم عيش وأدِشه مع العلف والشيشة، بس بصراحة مش زي ما كنت بادّيهم علف والشيشة في الأول يعني. بس طبعًا لازم أساسي إن أنا أحُط لهم عيش مع العلف والشيشة، وأحط لهم كده في الطِشْ زي ما أنتم شايفين، وهُم بيفضلوا ياكلوا فيه لغاية ما بيخلّصوا. حتى لو نزلت حاجة على الأرض لو جاعوا بيكمّلوا أكل منّه، يعني زي ما أنتم شايفين كده. وطبعًا دي لقيتها حاجة موفّرة ليّا جدًا، وأكيد ناس كتير بتعاني نفس المعاناة بتاعتي، إن هي لازم بتاخد العيش وتروح تدِشّه، يعني كانت حاجة أساسية. أنا عمري في حياتي ما ادّيت للفراخ عيش مش مدشوش. طبعًا كنت باودّيه المدشة، كنت بادفع طبعًا عليه فلوس، يعني أنا كنت بادفع على الشكارة 15 جنيه عشان أدشّها أو 10 جنيه حسب الكمية بتاعة الشكارة، غير التكلفة اللي أنا كنت باجيب حاجة توك توك، يعني أحُط عليه الشكاير عشان أروح أدشّها. كانت بتبقى صراحة التكلفة جامدة عليّا جدًا، وكمان إن أنا أطلّعهم 5 أدوار وأنزّلهم 5 أدوار، ده كان بيبقى برضُك تعب. لولا إن أنا جرّبت في مرّة كان غصبٍ عني إن أنا أحُط لهم العيش كده. لإن كنت رايحة مشوار واضطريت إن أنا أحُط لهم العيش كده. قُلت حتى تصبيرة لغاية ما أرجع. رجعت بصراحة ما لقيتش العيش خالص. أنا استغربت وقُلت لازم أعرّفكم بالوضع اللي أنا وصلت له، إن هو فعلًا يعني الفراخ أمّا بتكون جعانة بتعمل المستحيل. أنا ما صدّقتش بصراحة إزاي العيش خلص. أتاري الفراخ بتكسر العيش بمنقارها. على قد ما بتاخد يعني هُم بيقدروا بالمنقار ده حاد جدًا، بيقدروا يكسروا بيه العيش. هو العيش يعني مش زلط يعني، هو العيش يقدر يتكسر عادي، بس قدروا ياكلوه. فأنا من ساعتها باكسّره بإيدي أنا، وباحط لهم في الطِش زي ما أنتم شُفتوا. فصراحة أول ما عرفت الطريقة دي قُلت لازم أكيد في ناس كتير زيي بتعاني إن هي بتعول هَم إن هي تروح تدِش العيش في المَدَشة أو بتبِل العيش. أنا مش باحب أبِلّه، يعني أنا باحب أدّي لكل الطيور بتاعتي الحاجات اللي مش مبلولة. غير الأكل بقى الرز، الصلصة، الحاجات دي، لكن مش باحب أدّيهم حاجة مبلولة نهائي يعني، لإن برضه بطنهم لو تعبت بتبقى حاجة صعبة إن أنتِ بتضطري تعالجيها، لإن هي الفراخ كلّها معدة، لو تعبت منِّك مش هتبيض، هتخِس، هيحصل لها مضاعفات كتير. فطبعًا زي ما أنتم عارفين إن أنا ما باحبش أخبّي عليكم أي معلومة. حبّيت أعرّفكم إن ما تدشيش عيش تاني. جمّعي عيش، اشتري عيش أوفر لِك من الشيشة والعلف. هيكون أوفر بكتير، وفراخك في نفس الوقت هتشبع. بس مش باقول لِك اقطعي الشِّشا والعلف، لإن دول أساس الطير، لازم علف، لازم شِشا عشان الإنتاج بتاع البيض. هتقطعي العلف والشِّشا الفراخ مش هتقدر تدّيكِ بيض زي الأول، مش هتقدر تدّيكِ أي إنتاج.
فحافظي على طيرِك. قد إيه الطيور طول عمري أقول إن هي خير في البيت. زي ما أنتم عارفين إن البيض دلوقتي سعره غالي، لأ خُدي من بيتِك بيض وخُدي لحم طير. وأتمنى الفيديو يعجبكم وينول رضاكم. ما باقدرش أخبّي أي معلومة أنا بالاقي نفسي استفدت منها لازم أقولها لأي شخص بيتابع قناتي. أتمنى كلكم تتابعوني وتشجعوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم مني كل جديد. ومستنية أي رد على أي سؤال. اكتبوا لي في الكومنتات في التعليقات، وأنا هارُد على أي سؤال أنتم حابين تعرفوه. بس كان لازم أقول لكم معلومة العيش إن أنتِ خلاص وداعًا للمدشة. آآ جمّعي العيش اللي هتقدري تجمّعيه وادّيه للطير. وأنا معظم الوقت بصراحة باطلّع لهم العيش طري، يعني باطلّع لهم العيش بتاع تاني يوم، اللي بيتبقى عندي باطلّعه لهم تاني يوم. أتمنى الفيديو يعجبكم وينول رضاكم، اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك واشتراك. والسلام عليكم